إذن بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. معكم طالب دكتوراه أيوب عسلي من جامعة ابن خلدون بتيارت. مشاركتنا في هذا الملتقى الوطني الأول بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية. الملتقى هذا الموسوم بالأمير عبد القادر والانفتاح الفكري والأدبي. مشاركتنا جاءت ضمن محور من المحاور التي تخدم الهدف العام من الملتقى. عنونا هذه المداخلة بصورة الأمير في رواية ثائر من الجزائر لعبد القادر قاسمية. هذه الرواية التي طبعت عام 2015 وتناولت سيرة الأمير من عديد الجوانب. في مداخلتنا تطرقنا إلى مختلف المنظورات التي نظر بها إلى الأمير، من جهة منظور الأنا، ومن جهة ثانية منظور الآخر. منظور الأنا فيه جانبين: كيف نظر الأمير لذاته، وكيف نظر له أهله وخاصته. ومن منظور الآخر أيضا حين احتكاك الأمير بالغزاة الفرنسيين واحتكاكه بالأخص بالمسيحيين في باريس وفي دمشق. ومن بين أهم النتائج التي خلصنا إليها أن هناك دائما في المخيال الأدبي صور إيجابية جدا للأمير عبد القادر، ونتمنى أن تكون هذه الصور الإيجابية أيضا ضمن المناهج الدراسية لتخدم شخصية الأمير عبد القادر. وشكرا.